عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جدا. وحشني من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. طبعا بقى النهاردة الجمعة، قلنا نعمل معاكم بقى صنف خضار كده جميل كده. يلا نشوف عملنا الفاصوليا الخضراء دي ازاي بتركاية جميلة جدا وهتعجبكم قوي 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 ومش هتبطلوا تعملوها. يلا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة يا جماعة، اللهم صل على النبي اللهم زد وبارك، علقت على الفراخ اهي استوت اهي. دي اول حاجة استوت اهي ولسه مطفيه عليها حالا. وبعد كده هعمل جنب منها فاصوليا خضر، مسكتها خرطتها، هغسلها وانضفها كده ونيجي نعمل التسبيكه بتاعتها مع بعض اهو. بس عملت الاول الشوربه عشان تلحق اسقطها في قلب الخضار. بعد كده نعمل بقى الخضار بتاعنا. حطيت اهون حله على النار وحطيت فيها ماده دهنيه ساحت اهي. هقوم حاطه البصلايه واديها تقليبه حلوه كده بنت حلال كده. ما تخليهاش تاخد لون حتى ولا تصفر حتى، يا دوبك تدبل بس كده اهي. يا جماعه رجعت تاني دبلت بس اهي، دبلت. انا مش عايزاها تاخد لون زي ما اتفقت معاكم. هقوم جايبه بقى فصين توم كده فريش، اقوم حطاهم. هنزل التوم كده بالمعلقه لان انا بصور كده بالموبايل اهو. يا جماعه اللهم صل على النبي اهو. حطيت الفصين التوم وهي لونها اهي دبلت بس ما خدتش لون اهو. ايه بقى الخطوه اللي بعديها بقى يا بطوط؟ الخضار انا غسله الفاصوليا الخضراء ومخرطاها، هقوم حطاها اهي. وبعد ما احطها هقلبها بقى واسيبها على النار شويه مع البصلايه والثوميه كده لوحدها كده اهو. يا جماعه اللهم صل على النبي اللهم زد وبارك يا رب اهو. اللهم صل على حبيبي وشفيعي وحبيبي ورسول الله اهو. يا جماعه لونها لاحظتوا ايه بقى؟ ان اللون ازداد خضار، اللون بتاعها ازداد خضار وهي لسه فريش. انا عاملاها فريش مش حطاها في الفريزر اهي. لونها ازداد خضار اهو بالتشويحه دي بالبصلايه بالفص الثوم اهي. ما حطيتش لسه القوطه اهو. يا جماعه لونها بقى تحفه. تفضل بقى محافظه على اللون بتاعها الجميل ده كده. ما تيجي بقى تشيلها في الفريزر اعمليها كده. انا بخزنها بالشكل ده، بحط لها البصلايه والثوميه واشوحها فيها كده، او فص توم بس من غير البصل. ويجي ساعتها اقوم عامله لها البصله ساعه ما اكون هنزلها من الفريزر وهتبخ في ساعتها، اقوم حاطه لها بقى البصلايه وسقطه على طول فيها الخضار ونازله بالصلصه او القوطه بتاعتي اهي. لكن انا بخزنها بالشكل ده. اقوم جايباها كيلو 2 كيلو على قد الفلوس اللي اتبقت معاكي وانت بتسوقي. تقومي جايبه كيلو وريماه في الفريزر، تعمليه على مرتين حسب ما انت بقى عايزه حابه تعمليه. تخرطيها كده الخرط الصغيره الجميله دي وتغسليها وبفص توم تشوحيها على النار. واول تعرفي ازاي؟ اول ما تلاقي لونها اخضر كده بالشكل التحفه ده كده هتطفي عليها بس. واما تبرد هتعبيها في اكياس على قد طبختك وتحطها في الفريزر اهي. دي طريقه تخزين الفاصوليا الخضراء جميله وتحفه. وعودي عيالك انه ياكلوا الخضار اهو. الخضار جميل اهو. يا جماعه انا عندي اهي لونها اهي خضر وبقى جميل. هقوم ساقطه بقى عليها القوطه اهو. يا جماعه سقطت القوطه اهو قدامكم كل حاجه عشان ما تفكروش ان انا عملت حاجه من وراكم اهو. وجربي الطريقه دي وهتعجبك ومش هتبطلي تعمليها خالص اهي. سيبها بقى تغلي، واما تغلي نعمل لها ايه؟ نحط لها التوابل بتاعتها اهو. يا جماعه بعد ما سبتها غليت اهي، شايفين اللون بتاعها الجميل اهي. اقوم بقى حاطه لها التوابل بتاعتها اهي. مكعب ماجي وفلفل اسود وكزبره ناشفه وملح وسنه سكر. ما تنسيش سنه السكر دي ماشي. معلقه صغيره جدا 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 بابريكا اهي. يا جماعه واسقيها بقى طبعا شوربه بس كده بقى. يا جماعه اهي شوربه لسان العصفور اللي احنا متعودين بنعملها مع بعضنا من غير اي مواد دهنيه خالص اهي. جميله وتحفه هي
وهنا بقى نعمل مع بعض شوية رز كده بالشعرية اهو. حطيت المادة الدهنية وحطيت شوية شعرية اهو، سبتهم بقى يتحمروا ماشي. وهنا بقى يا جماعة اهي الفاصوليا الخضراء بتاعتي اهي، لونها الجميل التحفة اهي، بالهنا والشفا. وما تنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي تحطي لي لايك وتشتركي لي اشتراك في القناة وتكتبي لي كومنت حلو كده اهو يا جماعة اهو. اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله اهو. خدت لون تحفة اهي. اقوم حاطة بقى الرز اهو، حطيت الرز اقلبه بقى واحط له الملح بتاعه والميه. انا عامله 3 كوبايات رز فهحط لهم 3 كوبايات ميه بس اهو يا جماعه. حطيت العقد بتاعها اهون اهون واغطي عليها بقى واسيبها تستوي بس. وبكده يا جماعه كنا عملنا غدا النهارده اهون، الفاصوليا الخضراء والشوربه اللي من غير اي مواد دهنيه. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا معايا في القناه وتدعموني كده. باي باي.